ظلت جماهير الكرة في المغرب العربي حالها حال الجماهير العربية عامة، ظلت تتنافس وتتصارع فيما بينها بسبب كرة القدم. وجاءت الثورات العربية وازداد الوعي لدى الجماهير بهم الأمة ومصابها بعيدا عن المناكفات المفتعلة، لتذهب الجماهير العربية بصوتها وزائرها لملعب الحق والعدل العربي وفي دائرة السنتر القضية الفلسطينية بطبيعة الحال. بعد عقود من الجفاء والتشاحن أصبحت جماهير المغرب العربي على سبيل المثال تتنافس الآن في الأغاني والشعارات المنتصرة لقضايا الأمة العادلة. جماهير شيخ الأندية التونسية تطلق أغنيتها الجديدة لفلسطين، جماهير الترجي التونسي تطلق رائعتها الحرية لفلسطين، مستهلين كلامهم بالدعاء على الظالمين، وفي القلب منهم السيسي وابن سلمان طبعا. ألف تحية معطرة، ألف تحية معطرة لجماهير باب سويق والتي لحقت بركب الانشغال بحال الأمة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله غالب. رب انصر فلسطين، زلزل عرش الطغاة وحكمنا الخاينين، ويقودنا حاكم صادق مع صلاح الدين، ويوحد فينا الكلمة ويزل عنا العدو، ترجع عزة الأمة ويكون لها وجود. فلسطين فلسطين فلسطين، والنصرة يا رب العالمين، ما عادش ثمنا اخوة غابت برشا حكي